شايفين الأقلام الجميلة دي أسهل أفكار ممكن تزينوا بيها الأقلام. يلا بينا نشوف هنعملها ازاي. أول فكرة هنحتاج قطعة فوم ونجمة. أنا طبعت النجمة دي عشان أقص عليها. لو بتعرفوا ترسموا استغنوا عن خطوة الطباعة دي وارسموا على الفوم واشتغلوا على طول. هحط النجمة على الفوم وهحدد حواليها بالقلم كده. كده خلاص بعد ما حددناها هنفرغها بقى بالمقص. كده خلاص بعد ما فرغنا النجمة بتاعتنا، بعد كده هنقص بقى شرايط فوم رفيعة بألوان مختلفة. أنا عملت الألوان دي، اعملوا الألوان اللي انتوا تحبوها. رصيت بقى الشرايط جنب بعض كده وهلزق فيهم النجمة. بعد كده بقى هنجيب القلم بتاعنا اللي احنا عايزين نزينه، وهجيب قطعة فوم مستطيلة انا عملتها لون القلم. هلف بقى قطعة الفوم دي على القلم من فوق علشان اثبت عليها النجمة. انا عملت الخطوة دي علشان لو حابين تشيلوها يكون سهل بالنسبة لكم، وكمان علشان لو القلم فيه استيكة تعرفوا تستخدموها بكل سهولة. بعد كده انا استخدمت العيون الجاهزة دي علشان اعمل بيها ملامح للنجمة، وممكن نرسمها بأي قلم عادي. العيون دي بتكون موجودة في المكتبات الكبيرة وبيكون سعرها مش غالي خالص، بتكون رخيصة. هنثبت بعد كده العيون بالشمع على النجمة. وهنرسم بأي قلم بق صغير كده. هي كده خلاص خلصت. هنجيب بقى القلم بتاعنا وهنحط شمع على الجزء اللي عملناه ده وهنثبت عليه النجمة. كده الفكرة دي خلصت. بصوا شكلها جميل ومبهجة ازاي. جربوها وقولولي ايه رأيكم. الفكرة التانية بقى، هجيب قطعة فوم صغيرة. انا اخترت اللون الاصفر، ممكن تستبدلوه باي لون عادي. وهجيب المسطرة وهسيب 2.5 سنتي كده واعمل خط عشان ده الجزء اللي انا هلفه على القلم. الناحية التانية من الفوم بقى هبدأ اقصها شرايط رفيعة كده، وهنقف عند الخط اللي احنا عملناه. يعني هنقص الشرايط مش للآخر، لا هنقف عند الخط اللي احنا عملناه. هكمل كده بنفس الطريقة لحد ما نعمل القطعة كلها شرايط. كده خلاص خلصنا. هنجيب بقى القلم بتاعنا وهنلفها عليه ونثبتها بالشمع. لحد كده هي خلاص خلصت. لو حابين بقى تزينوها ممكن تعملوا لها ملامح بسيطة. انا هحط العيون الجاهزة دي وهرسم باقي الملامح بالقلم. كده خلاص القلم بتاعنا خلص. عملت منه كمان اللون ده، سهل جدا وبسيط، ما خدش وقت خالص.
الفكرة التالتة بقى ودي اسهل فكرة فيهم، هنجيب قطعة من الفوم. انا استخدمت اللون الابيض ده علشان الستيكر اللي انا هستخدمه عليه يكون بارز وباين عليها، وهجيب بقى اي ستيكر الاطفال بتحبه وهناخد منه واحدة بس. انا اخترت الشكل ده، هحط بقى فيه شمع واثبتها على الفوم. بعد كده هقص الزيادة اللي حواليها بالمقص وهسيب اطار بسيط حواليها عشان بس يبرز الشكل. كده خلاص بعد ما عملناها، هجيب بقى القلم وقطعة من الفوم وهلفها عليه من فوق زي ما عملنا قبل كده، وهثبتها عليه بالشمع. بعد كده بقى هلزق عليه الشكل كيتي اللي احنا عملناه مع بعض. كده هي خلاص خلصت، بقى شكلها كيوت قوي وسهل جدا وما خدتش وقت خالص. رابع فكرة بقى، هحتاج قطعتين من الفوم، واحدة فوم سادة والتانية فوم جليتر. هجيب بقى النجوم دي، انا استخدمت الكبيرة منهم في اول فكرة عملناها خالص، دلوقتي هستخدمها هنا تاني وهحتاج واحدة كمان تانية زيها بس بمقاس اصغر شوية. زي ما قلت لكم، لو بتعرفوا ترسموا استغنوا عن خطوة الطباعة دي وارسموا على طول على ظهر الفوم واشتغلوا. انا حددتهم اهو على ظهر الفوم زي ما عملنا قبل كده في اول فكرة. هنبدأ بقى نفرغهم بالمقص. كده خلاص بعد ما فرغناهم هما الاتنين، هنجيب بقى القلم وقطعة الفوم دي وهلفها عليه زي ما بنعمل في كل فكرة. هثبت بقى النجمة الصغيرة على الكبيرة. وهحط عليها العيون دي. وقصيت البق الصغير ده من الفوم ده زي نص دايرة كده صغيرة وهثبتها تحت العيون. كده خلاص هي خلصت، هلزقها بقى على القلم. بقى شكله جميل جدا وبسيط وسهل قوي، ما خدش وقت. لو وصلتوا لحد هنا من الفيديو ما تنسوش بقى تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد اعمله بإذن الله.